السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنحضر مع بعض القرص الجميله دي، قرص الطريه او قرص الافران بالسمسم والعسل. زي ما حضراتكم شايفينها كده، حاجه كده جميله مع كوبايه لبن، كوبايه شاي. تنفع للفطار للعشاء، حاجه كده خفيفه. اللهم بارك. وبكيلو دقيق عملنا كل الكميه دي كلها زي ما انتوا شايفين القرصه ما شاء الله خفيفه وجميله. شايفين؟ خفيفة جدا، وطعمها بقى اجمل بكتير جدا من اللي بنشتريها من الافران، وحاجة نظيفة وعاملينها بايدينا. واللهم بارك، كمية حلوة قوي بكيلو دقيق بس، وعاملينها بالدقيق والمية. لو لسه اول مرة بتشوفي قناتي، فضلا منك اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك اشعارات بفيديوهاتي الجديدة، ولايك للفيديو. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسمي الله ونقول معايا كيلو دقيق منخول جميع الاستخدامات. وما تنسيش ذرة الملح، يعني حوالي كده على طرف المعلقة الصغيرة، ومعلقتين كبار من الحليب البودرة اختياري، وبس بيدي دسامة حلوة للقرصة. ومعلقة كبيرة خميرة فورية، ونص معلقة صغيرة من الفانيليا، وكوباية زيت، وكوباية الا ربع من السكر. وده سمسم. هستخدم الكمية دي كلها، هتاخد حوالي 8 كيلو من السمسم، 125 جرام من السمسم. تمام. الدقيق احنا نخلاه قبل التصوير. هنزل بقى بالدقيق بتاعي كده. انا طبعا هعجن في العجان، ما عندكيش عجان هتضيفي المكونات زي ما انا ما هضيفها بنفس الطريقة وتعجني بقى. تمام. نزلت بالمكونات الجافة، ذرة الملح والفانيليا والمعلقتين الحليب البودرة، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. لو في الشتاء هنضيف معلقتين من الخميرة الفورية، وكوباية الا ربع من السكر. السمسم بقى هخليه على جنب، وكوباية الزيت هستخدمها دلوقتي، بس هنقلب المكونات الجافة الأول مع بعض كده الأول. وطبعا معايا مية دافية للعجن. المية كوبايتين من المية، يعني حوالي 500 جرام من المية. هما كوبايتين من المية اللي احنا عايرنا بيهم الزيت والسكر. شايفين؟ كوبايتين من المية الدافية. وطبعا على حسب ما الدقيق بيقبل منك مية، يعني الدقيق في كل مكان بيختلف عن التاني، وكل نوع دقيق بيختلف عن التاني. انت هتجيبي دقيق جميع الاستخدامات او دقيق مخبوزات. تمام. نزلت بشوية بقى، انزلي بالمية تدريجي كده، واحدة واحدة. وهنزل بالزيت برضو مش كلها على بعض، بزود شوية شوية كده من الزيت. وبعد كده بقى بزود سرعة العجان. انا لسه بضيف المية، وبضيف شوية من المية وشوية من الزيت. وهتضيفي معلقة كبيرة من الخل. تابعيني للاخر عشان هنقول تفاصيل القرص دي جميلة جدا. انا هنا ضفت معلقة كبيرة من الخل، وهشغل العجان تاني او تعجني. تمام. تابع الفيديو للاخر، القرص جميلة وتستاهل المشاهدة والمتابعة. صدقيني يعني انت مش هتبطلي تعمليها. طبعا احنا داخلين على المدارس، واحفظي بقى الفيديو عندك يبقى مرجع ليكي بعد كده اي وقت تحتاجي تعملي القرص، هيكون الفيديو محفوظ عندك، وتبدأي بقى ايه تعملي الطريقة في اي وقت. شايفين العجينة بقى بتكون معايا كده بالشكل ده طرية
وشايفين المطة اللي فيها دي العجينة اللهم بارك جميلة جدا. شايفين العجينة بتكون طرية كده بالشكل ده. بعد بقى ما بخرجها من العجان بروح عجناها كده بايديا بالشكل ده كده. طبعا كل بقى ما بنعجن فيها كده بنطلع الجلوتين اللي بيكون في الدقيق. شايفين ما شاء الله جميلة جدا. شايفين هي شكلها بسم الله ما شاء الله، يعني بتدل ان العجينة جميلة والقرص هتطلع معانا عسل. هدهن بقى العجان بتاعي كده بشوية من الزيت عشان يكون سهل وقت ما اخرج العجينة تبقى سهلة معايا على طول. هحطها بقى كده في العجان ورجعتها تاني، وبعد كده هغطيها اغطيها بقى كده وبفوطة بالاسترتش كده، وكمان هغطيها بالفوطة واسيبها بقى تخمر. هتخمر قد ايه في الصيف؟ في الصيف هتخمر الحجم بتاعها هيتضاعف. نص ساعة، حوالي نص ساعة كانت اختمرت معايا اللهم بارك وكانت جميلة. في الشتاء بتقعد ساعة لحد ما تخمر. تمام. هنعمل بقى الحشوة اللي هنحشي بيها القرص. انا حطيت معلقتين من الدقيق ومعلقتين من دقيق السمولينا دقيق البسبوسة وكوباية الا ربع من السكر. احنا بقى هنعمل ايه الكمية دي انا احتجت عليها ومية. تمام. يبقى هتحطي كوباية من السكر الحشوة بقى، يعني كوباية من السكر على 3 معالق من الدقيق على 3 معالق من دقيق السمولينا، ونقلب بقى كده الخلطة مع بعض. والسمسم السمسم تمن من السمسم هتحطي عليه معلقتين كبار من السكر. وهنا شوية المية اللي هندهن بيهم وش القرص. حابة تدهني بحليب تمام، بس يعني هو المية بتطلعها زي ما شفتوا كده شكلها جميل ومفيش اي اختلاف. ما تدهنهاش بالبيض عشان ما تكونش فيها زفارة، هي ما بتدهنش بالبيض. هنا الخلطة دي انا قلبتها كده، في بيضيف دقيق بس بدل دقيق السمولينا. فلو متاح عندك ضيفي الدقيق السمولينا 3 معالق و3 معالق من الدقيق العادي الابيض وكوبايه من السكر وقلبيهم. مش متاح دقيق السمولينا هتضيفي بداله دقيق عادي، بس الافضل دقيق السمولينا بيخلي طعم القرصه حلو، الحشو يعني من جوه بيبقى جميل. والميه ضفت عليها معلقه سكر وقلبتها. وهنا العجينه كانت اختمرت بسم الله ما شاء الله. شايفين عارفين يا جماعة العجينة الناجحة بتبان من شكلها، يعني بسم الله ما شاء الله بتبقى باينة وقت العجن. واهم حاجة العجينة علشان تطلع معاكي هشة وخفيفة تكون طرية ما تكونش يابسة معاكي. طبعا هنا مش ما تفشيش الخمر بتاعها، احنا ما بنخمرهاش عشان نهبطها يعني. حاجة بسيطة كده. وبعد كده بقى بناخد نقطع حتة كده منها، وابدأي بقى اعملي كور كده صغيرة قد حجم البيضة. لو عندك ميزان القرصة حجمها بيكون 50 جرام، هي كده بتكون جميلة قد حجم البيضة بالظبط. البيضة بتكون 50 جرام على فكرة. عندك ميزان هتوزني. انا وزنت العجينة دي لقيت 50 جرام على فكرة، فهي حجمها مظبوط جدا وخفيفة وحلوة، مش محتاجة ان انت تزودي عن كده، قد حجم البيضة بالظبط. بس هي الكاميرا مبيناها كبيرة على فكرة، يعني الكاميرا مبينة حجم تقطيع القرصة كبير، بس هي ما شاء الله الحجم بتاعها كان جميل جدا. كيلو دقيق عمل لي كام قرصة؟ الكيلو دقيق هيعمل لي 50 قرصة
شايفين 50 واحدة بالشكل ده. حطيتهم في صينية كده بالشكل ده وغطيتها عشان ما تنشفش، لازم تغطي العجينة. وهقطع بقى بقية الكمية كده بالشكل ده. شايفين؟ نغطيها بقى بفوطة ونسيبها، وبعد كده نقطع العجين بتاعنا كله بنفس الطريقة ونفس الحجم. حاولي تخلي القرص كلها حجم واحد عشان كلها يبقى مقاس واحد. يلا ضغطي اللايك ولا لسه؟ الفيديو يستاهل ان انت تضغطي لي لايك والله. اوعي تنسي اللايك، كل مرة بقول اوعي تنسوا اللايك وبرضو اللايك بيتنسي. هنا بقى العجين التاني ده هحط عليه اكياس كده بالشكل ده عشان بس ما ينشفش. هنا اللي انا قطعتهم اول حاجة هبدأ بأول واحدة وهفردها كده بقى بالشكل ده. ما تبططهاش قوي او ما تفردهاش قوي علشان يعني الحشوة ما تبانش منها. هجهز بقى الحشو بتاعي كده بالشكل ده. شايفين؟ بططيها كده، وبعد كده هجيب معلقة واخد شوية من الحشو. هي نص معلقة كبيرة من الحشو. حابة تزودي الحشو زي ما تحبي، بس هو يعني الحشو بتاعها كده كانت جميلة وخفيفة وما فيهاش حشو كتير، ما بتضايقش الواحد يعني. تمام. اقفليها بقى كويس عشان الحشو ما يخرجش منها. يلا بقى بططيها كده زي ما انا بعمل كده بالشكل ده، داير ما يدور. شايفين؟ بتتفرد معايا بكل سهولة. هدهنها بقى كده بالمية بسكر، وهجيب السمسم بتاعي. السمسم عليه 3 معالق او معلقتين من السكر، معلقتين كبار من السكر، واحطهم كده بالشكل ده. طبعا هنا بقى انا كنت نسيت اضيف السكر على السمسم، فبعد كده بقى افتكرت وانا لسه كنت هسوي، يا دوبك سويت صينية واحدة بس، وبعد كده افتكرت ان المفروض ان انا احط على السمسم شوية من السكر علشان السمسم يكون متماسك ويمسك على القرصة وما يسقطش يعني من عليها. شايفين؟ بقفل كده بالشكل ده. اقفليها كويس جدا وبططيها كده بالراحة خالص، هتتفرد معاكي بكل سهولة. ما شاء الله الحشوة بتتفرد، يعني حاولي ان انت تدوريها كده داير ما يدور عشان الحشو كله يبقى مغطي القرصة من جوه. اللهم صل على سيدنا محمد. الحشوة دي اللي احنا بنحشيها من جوه ممكن تضيفي عليها قرفة، او تضيفي عليها معلقة قرفة ناعمة او معلقة كاكاو. لو بتحبيها بالقرفة هتضيفي عليها القرفة، ما بتحبيش القرفة زي ولادي يبقى هتعمليها زي كده بالشكل ده، او معلقة كاكاو بودرة، كاكاو خام غير محلى. طبعا في افران بتعملها بالقرفة، يعني بتكون نفس الحشوة دي بس بتضيف عليها قرفة، او مكسرات كمان ممكن تضيفي عليها جوز هند او فول سوداني، يعني زي ما تحبي كمان، يعني فول زبيب. تمام. وبنعملها كده بالشكل ده واحطها في الصينية، وما بين كل قرصة والتانية حوالي صباعين، بنسيب مسافة صباعين علشان القرص ما تلزقش ببعضها بعد التخمير. ممكن بقى تفردي كذا قرصة كده بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. معلش بجري بقى الفيديو علشان الفيديو ما يطولش عليكم، لان لو هسيبه كده زي ما بعمل يبقى هتقعدي ساعة بقى يعني تتفرجي عليا. شايفين؟ بفرد كذا واحدة وبعد كده بحشيها واقفلها. قفليها كويس من تحت كده علشان القرص ما تفتحش والحشوة تخرج بره. وبحطها كده في السمسم، بدهنها بالمية وبعد كده بحطها في السمسم وارصها في الصينية. ما شاء الله كمية الحشو طلعت بالظبط قد كمية القرص، يعني ما احتاجتش حاجة، يعني ما احتاجتش حشوة زيادة ولا سمسم زيادة. شايفين بالشكل ده؟ وهرص بقى في الصواني بتاعتي كده. خلاص انا خلصت القرص بتاعتي، ما خدتش وقت معايا خالص.
دي اخر صينية هي عملتها. وادي الصواني بتاعتي ما شاء الله. شايفين كام صينية بكيلو دقيق بس. حابة تجربي بقى في نص المقادير، انا هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، سهم اسفل الفيديو بتضغطي عليه وبتظهر لك المقادير تمام والطريقة. شايفين ما شاء الله على ما قطعت القرص كانت القرص ابتدت تخمر، بس هسيبها كمان شوية. هروح بقى اتعشى وارجع اسويها. شايفين هنسيبها هي كده اختمرت، يعني ممكن نسويها على كده، بس انا بقى ايه سبتها شوية رحت اتعشيت وبعد كده كانت اختمرت معايا كده بالشكل ده. انا بوريكم هنا بعد ما اختمرت القرصة بترفع معايا. اكون بقى مسخنة الفرن درجة حرارة 200، يعني اعلى درجة حرارة، وبعد كده بدخلها الفرن في الرف الاوسط. بتاخد قد ايه وقت؟ بتاخد ربع ساعة اول حاجة، يعني اول صواني بتاخد ربع ساعة، وبعد كده الصواني التانية ما بتاخدش وقت، بتاخد وقت اقل. هندخلها بقى الفرن زي ما انتوا شايفين كده. سخنت الفرن كويس درجة حرارة عالية في الرف الاوسط، وبولع الفرن الاول، وبعد كده بعد ما تاخد لون من تحت بولع لها الشواية واكون قاعدة جنبها، يعني اكون قاعدة جنب الفرن علشان تاخد لون بس كده من فوق. تمام. بعد ما القرص بتطلع ببخاخ مية كده، وببخ القرص ببخاخ المية. الخطوة دي لازم جدا علشان القرص بتاعتك تطلع معاكي طرية ويكون فيها طراوة كده، ما تبقاش ناشفة. هغطيها بفوطة 10 دقايق، وبعد كده بشيل الفوطة من عليها، وبكون ما شاء الله بالشكل ده. ريحة الشقة بقى وريحة البيت بيكون جميل جدا، ريحته كلها مخبوزات وبركة. وشايفين ما شاء الله القرصة شكلها يفتح النفس، وحجم القرصة خفيف كمان، يعني القرصة خفيفة جدا. شايفين ادي الصينية التانية. بكل سهولة التسوية من فوق ومن تحت جميلة جدا ما شاء الله عليها. شايفين طرية جدا وخفيفة. هنرصها بقى كده بالشكل ده ما شاء الله. شايفين الكمية اللهم بارك، 50 واحدة بكيلو دقيق عملنا الكمية دي كلها. هتنفعك بقى في المدارس، اعمليها والباقي شيليه في قلب علب تلاجة كده، واقفليها كويس محكمة الغلق، وحطيها في التلاجة في الديب او الفريزر. شايفين هشة جميلة جدا، هشة وخفيفة، والحشوة حلوة قوي. شايفين الحشوة من جوه جميلة بجد. هتحفظيها بقى في التلاجة، في علب تلاجة او في اطباق فويل كده او فل، وشيليها في الفريزر. انا هنا بقولك القرصة خطيرة، طعمها جميل جدا بجد. وقت بقى التسخين يعني طلعيها دفي الفرن بس 5 دقايق، هتدخليها في صينية 5 دقايق وتطلع جميلة جدا. هنا بقولك القرصة دي اللي كان عليها سكر، وده اول صينية ما كنتش ضفت على السمسم سكر، فكانت بالشكل ده. شايفين بيبقى فيه فرق وبتبقى احلى بالطعم، يعني في الطعم لما تضيفي على السمسم سكر من على الوش. شايفين ما شاء الله، شايفين مفرغة ازاي من جوه. وزي ما قلتلك حابة تحشيها كاكاو مع السكر او قرفة زي ما حضرتك تحب. وقت التسخين بتطلعيها تدفي الفرن 5 دقايق وتدخليها الفرن
تسخن تدفى، وبعد كده بتطلعيها كأنك لسه عاملاها طازة حالا. شايفين انا مش مبطلة اكل بقى طبعا زي ما انتوا شايفين. اللهم بارك. القرص جميلة جدا وما شاء الله كمية حلوة جدا جدا. 50 واحدة بكيلو دقيق، وما خدتش وقت ولا مجهود، وبرضو الخامات بتاعتها سهلة وبسيطة، وبمية ودقيق. ادي بقى كوباية الشاي. الله الله مع القرصة بقى. يا بصوا انا بموت في القرص دي، بحبها جدا. وطبعا المخبز اللي جنبي بقى ايه ما بيعملش القرص دي، خلاص وقفها. مش عارفة ليه المخابز ما بقتش بتعملها. فاحنا بقى نعملها، وانا هعملها على طول وانتوا كمان اعملوها. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم، والسلام عليكم ورحمة الله.